اهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نتعرفوا فيه على 4 ديال اللاعبين جدد واللي اول مره غيحملوا قميص المنتخب الوطني الاول. حمزه إيغامان تزاد في 2 نوفمبر 2002 بمدينه تماره وانضم لمركز تدريب فريق الجيش الملكي في سن مبكره. إيغامان كيلعب في خط الهجوم، وخلال 3 المواسم اللي لعبها مع فريق الجيش الملكي لعب 45 مباراة سجل فيها 13 هدف، واستطاع يتوج مع الفريق بلقب البطولة المغربية موسم 2022-2023 لينتقل بعدها للدوري الاسكتلندي ويحمل الوان فريق غلاسكو رينجرز، وقدر يتأقلم بسرعة رفقة الفريق الاسكتلندي بحيث سجل 10 الأهداف في 25 مباراة بين الدوري الاسكتلندي والدوري الأوروبي. عمر الهلالي تزاد نهار 12 سبتمبر 2003 بالوسبيتاليتي دي يوبريغات بمدينة برشلونة الإسبانية، انضم لنادي الشباب الإسبانيول في سن 13 وظهر لأول مرة مع الفريق وهو في سن 17 سنة 2021. عمر الهلالي يلعب في خط الدفاع ويحمل رقم 27 رفقة فريق إسبانيول. شمس الدين طالبي ولد شمس الدين طالبي في 9 ماي سنة 2005 بمدينة سامبرفيل بلجيكا، يلعب في مركز الجناح أيمن رفقة فريق كلوب بروج. لعب طالبي أول مباراة له مع الفريق الأول في 18 مارس 2023، وفي نهاية الموسم توج بطلا للدوري البلجيكي كذلك كأس السوبر البلجيكي رفقة فريقه كلوب بروج. وفي مباراة الذهاب من دوري أبطال أوروبا ضد فريق أتلانتا الإيطالي سجل أول أهدافه في دوري الأبطال وتم اختياره رجل المباراة. وفي مباراة الإياب استطاع أن يسجل هدفين واستطاع أن يحصل على جائزة رجل المباراة للمرة الثانية. بلال نادير ولد بلال نادير في 28 من نوفمبر سنة 2003 بمدينة نيس الفرنسية، وهو يلعب في خط الوسط رفقة فريق أولمبيك مارسيليا. بلال نادير هو أحد خريجي أكاديمية نيس للشباب، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول سنة 2020. انتقل إلى أولمبيك مارسيليا في الأول من يوليوز سنة 2021 ليوقع عقده الاحترافي الأول، وشارك أول مرة مع الفريق الأول لأولمبيك مارسيليا في 24 من سبتمبر سنة 2023، وكانت المباراة أمام فريق باريس سان جيرمان. إذن كانت هذه نبذة عن اللاعبين الجدد في تشكيلة المنتخب المغربي. شكرا للمشاهدة وإلى اللقاء.